في حديث عوف بن مالك في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه خيره الله بين أن يدخل نصف أمته الجنة وبين الشفاعة فاختار الشفاعة. قال: أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: خيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة. قالوا: ادعوا الله أن نكون من أهلها، أي من أهل الشفاعة. قال: هي لكل مسلم. وعند الترمذي قال: هي لكل من يؤمن ولا يشرك بالله شيئا. وفي رواية: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. يعني هذا يعطينا أن النبي عليه الصلاة والسلام طمع في رحمة الله حتى للمذنبين.